السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في فيديو النهاردة ان شاء الله هشارك معاكم طريقة عمل الكشري المصري على طريقتي. بصراحة كل اللي اكل الكشري من ايدي شكر لي فيه جدا جدا جدا. في شوية تكات كده انا بعملها في الكشري بيديكي نفس طعم بتاع المطاعم بالظبط، وكمان احلى وانضف. يلا بينا بقى مع بعض كده نشوف احنا هنعمل الكشري الجميل اللي قدامكم ده ازاي. اول حاجة طبعا بتجيبي ايه؟ المية عشان تسلقي فيها المكرونة، دي حاجة معروفة. ايه هي التكاية المهمة عندي؟ هي صلصة الطماطم، الصلصة بتاعة الكشري. بجيب الطماطم وبغسلها وبحط فيها شوية مية وبسيبها تغلي على النار شوية. الصلصة الطماطم معايا بسيبها تغلي لحد لما بحس انها بتفك من بعضها، ودلوقتي هوريكم القوام بتاعها ازاي. كده حطيت العدس بجبة يغلي هو كمان غلوة واحدة بس، وهشيله من على النار. بجد طريقة الكشري بالاسلوب اللي انا بعمله ده حلو جدا. ده كده الحمص انا بنقعه طبعا قبل ما انا ما بعمله، قبل ما بغليه لازم انقعه. مين فينا بقى ما بيحبش الكشري؟ كلنا كبير بصغير بيحب الكشري قوي. يلا بينا بقى كده جيبي مكرونة وابدأي اعملي الكشري واعمليه على نفس الطريقة اللي انا هعملها. كده انا شلت العدس وحطيت مكانه الحمص يغلي، والحمص بحط له بعد ما بيستوي معايا بروح حاطه شوية ملح في قلب المية بتاعته. كنت بشوف الطماطم غليت معايا ولا لأ، وبالفعل لقيتها غليت. كل شوية بقى وانت واقفة في المطبخ اوعي تنسي المكرونة، ايدك تبقى فيها على طول. للبنوتات الحلوين كلامي ده يكون ليكم، للبنوتات لسه متجوزة وبتبقى مش عارفة تعمل الكشري ازاي. اما الستات البيوت طبعا اللي هم الناصحين دول، يعني ما شاء الله احنا بنتعلم منهم. كده أنا بحط الزيت في نفس الحلة اللي سلقت فيها المكرونة، بحط الزيت عشان خاطر هعمل فيه التقلية. وهي المكرونة بتتسلق عندي اكون بقشر في البصل وبخرطه علشان خاطر اعمل التقلية، تبقى ايدي في حاجة قصاد حاجة تانية على النار. بكده الطماطم معايا غليت، وهو ده القوام اللي انا بطفي عليه النار. الطماطم بلاقي ان القشرة سابت من اللحم بتاع الطماطم نفسه، بروح على طول طافية النار وبسيبها تهدى شوية، وهقول لكم هعمل فيها ايه. بنتي رزان بقى عايزه كشري عايزه كشري، قلت لها والله لا اعملهولك يا رزان. وقلت وكمان هصوره للبنات الجميلات دول اللي هم لسه ايه متجوزين وما بيعرفوش يعملوا حاجات قوي. كده انا حطيت على البصل معلقه نشا علشان خاطر يبقى مقرمش معاكي. دي تكايه، البصل يتحط عليه معلقه نشا. دي الميه بتاعت الطماطم انا باخدها. ليه بقى؟ لما بشيل القشر من الطماطم باجي بخلط الطماطم في الخلاط، فباخد الميه دي بدل ما احط ميه من الحنفيه، باخد الميه دي. هي فيها ايه؟ عصرة الطماطم وطعم الطماطم كمان. بكده القشر طلع من على الطماطم. هاخد الطماطم بقى اروح مقشرها كلها، وبكده طلعت اللحم، وهاخد اللحم ده هحطه في الخلاط مع الميه بتاعت الطماطم اللي انا وريتها لكم دي وصفيتها، وهخلطه. والقشر طبعا هرميه في الزباله. الحله اللي الثالث دي اللي انا هعمل فيها الرز. بستخدم الرز. البصل بقى ليه ببدأ بالبصل بعد سليق المكرونة؟ ببدأ بعمايل البصل. ليه بقى بعمل التقلية الأول؟ لأن الزيت بتاع البصل بزوده شوية، وبنفس الزيت اللي أنا بعمل فيه البصل ده ببدأ أعمل بيه الرز وأعمل بيه صلصة الطماطم، واخد منه وأحط على المكرونة كمان علشان ما تلزقش في بعضها. بكده انا حطيت الحله اللي استلس فيها شويه زيت من الزيت بتاع البصل، وحطيت الشعريه وهقلب الشعريه تحمر معايا، احط عليها الرز. والناحيه التانية انا بحط التوم على شويه الزيت اللي في الحله الحمرا دي. بحط التوم بشويه كزبره في الحله، وبطشهم بشويه خل. يا سلام بقى على الريحه هنا. وبعد كده بقى بروح حاطه الطماطم وبسيبها تغلي. كده بقلب الرز بالشعريه، وادينا اهو حطيت العدس واقلبهم، وبعد كده ازوده بالميه. وبعد ما ازوده بالميه، بصي الميه تغطي الرز كده، بروح حاطه الملح وبدوق. عايز تاني؟ بصي الحياء بتاعه. بعد كده اسيبها تغلي.
كده الصلصة غليت معايا، هابدأ أحط لها الكمون. صلصة الكشري عايزة كمون بس وملح، كمون وملح والكزبرة مع الثوم بس. ولازم تحطي معلقة خل صغيرة، لو مفيش مشكلة يا ستي ما تحطيش. كده بقى انا الصلصة جهزت معايا، وهبدأ بقى اعمل الشطة. هاخد بس هنا انا نسيت احط خل على الثوم، فقلت هحط معلقة خل على الصلصة عادي. هعمل معاكم الدقة. الشطة طبعا باخد معلقتين من الصلصة وبحط عليهم شوية زيت ومعلقة شطة، احلى شطة زي بتاعة المطاعم واحسن كمان وانضف. كده انا هعمل الدقة. اعملوا لايك بقى واشتركوا في القناة، واتمنى ان يكون طريقة الكشري عجبكم. كده انا بحط الثوم مع الكزبرة اللي انا دقاها مع الثوم، وبحط عليهم شوية الملح، وبحط معلقة كمون وبحط خل، وبحط ليمونة، بعصر ليمونة وبروح مزوداها مية، وبدوق على حسب الحياء. عايزة اي حاجة ناقصاها انت من نفسك كده هتحسي ان ناقصها اي حاجة هتبدأي تحطيها. احلى دقة واحلى كشري بجد. اعملوا الصلصة زي ما انا ما بقولكوا عليها كده، والله هتاكلوا شوية كشري مش عارفة اقولكوا، يعني الناس هتشم ريحته من بعيد، الجيران هتشم ريحته، وكل اللي هياكل منه يعني هيقولك فعلا تسلم ايدك. اتمنى كده ان طريقة الكشري تكون عجبتكم، واتمنى ان انا اكون خفيفة جدا على قلبكم، واكون شاركت معاكم الكشري واسعدتكم. طبعا دي اكلة طبعا مصرية اصيلة، وفي الشتاء بقى ما شاء الله، ومش مكلفة خالص. اسيبكم في حفظ الله، مع السلامة.